سلوى، اسمعك سلوى من اسكندرية. اهلا بيك يا سلوى. سلوى قولي لي، المكالمه مذاعه على الهواء، موافقه بالاذاعه؟ موافقة يا أستاذة مروة، قولي لي موافقة. يا سلوى، اتفضلي. أنا أم لست ولاد يعني. امم منفصلة يعني، مطلقة بقالي يعني 8 سنين ونص كده. امم آه، بعد ست ولاد؟ أخدت ولاد بعد ست ولاد بعد 6 اتطلقتوا؟ ولاد. امم بعد 6 ولاد طبعا أنا عانيت كتير جدا، بس ما كانش ينفع أقعد بولادي أكتر من كده. لأن هو كان طلعهم من المدارس وكده، وكان حياة ولاده كلها ومستقبلهم هيضيع يعني. امم إنه كان بيشرب مخدرات وحاجات كده يعني. ف خلاص خدت ولادي وطلعت بيهم وعشت جبت شقة صغيرة وقعدت بولادي ورجعتهم مدارسهم تاني، لأنه كان سحب ملفاتهم من المدارس أصلا. امم شيماء دلوقتي هي المفروض كلية آداب، علم نفس. وأحمد أخد دبلوم، يوسف ما كملش وكده يعني. باقي الباقي صغيرين. سلمى دلوقتي في أولى ثانوي عام، وعبد الله يعني معاكي في بنت بس اللي ثالثة. خلصت كليه؟ هي ما خلصتش لسه حضرتك، هي بتدرس في اصلا كليه اداب؟ ما كملتش. لا ما كملت، بصراحه ما كملتش، لان المصاريف كانت كتير جدا يعني. انا كل معاشي اصلا يعني 3000، وشغل في عياده 1000. المهم ان انا اشتغلت كتير جدا عشان خاطر ان انا ما اخليش ولازم اقيسهم حاجه. كنت بروح امسح في البيوت، اعمل الاكل اللي بتطلب اكل اعمله لها. كنت اشتغلت جليسه، اشتغلت في عياده اسنان، وما زلت دلوقتي شغاله برضو في عياده اسنان يعني. فبعد 8 سنين ونص دخل حياتي اللي هو المحامي دوت سمسار، هو ومحامي. هو اخو يعني ابو صاحبة بنتي. وشفته راجل ملتزم وعارف ربنا، وبيخطب في المسجد يعني، بيخطب في الجمعة وبيخطب في المسجد وحافظ القرآن. وأنا يعني أما تشوفي شخص زي ده فهيكون سند ليكي ولولادك. فقلت يعني يبقى في سند مع ولادي يعني وكده، وهو ويعني على متزوج؟ الحمل التقيل يعني. متزوج. وكانت زوجته على ذمته؟ على ذمته. تمام. هو طلب ايدك ولا انت اللي اعجبتي بيه وحبيتي يعني تبيني لا له لا لا يعني؟ لا لا، ده هو حضرتك اللي فضل اكتر من 3 سنين يعني بيحاول ان هو يتقدم وكده، وانا كنت رافضه. انا اصلا رافضه الموضوع ده خالص. فاما لقيته كويس وكده فراح لاخواتي، يعني راح لاخواتي ووالدتي وكده، وطلب ايدي منهم وكتب. بس كتب كتاب اللي هو الشرعي ده، اللي هو محامي وكده، عشان خاطر معاش ابويا ومصاريف ولادي، لان هو مش هيشيل مصاريف ولادي. اتجوزتي تقريبا عرفي؟ زي ايوه، بس بعلم ولادي بعلم ولادي واهلي وقرايبي كلهم وكله عارف يعني. اول شهرين كده الدنيا تمام، وشفت منه حنيه على ولادي انا ما شفتهاش من ابوهم نفسه. ف يعني طمنت له. بس طبعا انا ولادي، انا عندي ابني الكبير نفسيا تعبان وكده وبيتعالج وكده، وولادي نفسيتهم كلهم زي الزفت اصلا يعني. من ساعة مستوى. الطلاق؟ ايوه. طيب ولما اتجوزتيه؟ المهم لما اتجوزت انا كنت طبعا انا كنت عايشه باولادي في اوضه بصاله يعني، اوضه بصاله كبيره كده. فاقترح عليا قال لي دلوقتي ولادنا يعني بيتكلم على اولادي يعني، ولادنا كبروا وعايز يعني نشوف مستقبلهم وكده، وايه رايك نبيع الشقه ديت واعمل لك الشقة دي كانت بيها ملكك؟ مشروع. وانا بما ان انا وثقت فيه وهو في المنطقه معانا وولاده معانا وكده، وشفت حنيته على ولادي وان هو عارف ربنا وبيخطب في مسجد وكده، فقلت اكيد يعني ده اكيد مش نصب يعني. ووافقتي وبعتي الشقة اللي هي اوضه وصاله؟ كانت اوضه وصاله.
بس كانت في مكان يعني معقول، فاتباعت ب180,000 وقتها، الكلام ده من سنتين. دلوقتي الشقة عاملة 380,000. فالمهم كان اتفق بقى معايا انه هو يعني هيديني يعني ثابت 5,000 جنيه، وكل نهاية سنة هيديني المكسب بتاع الشقة. اشوف لي ابني يعني اشوف له بنت حلال اخطبها له. يعني ايه واحده واحده عليا؟ ازاي هو انت بعتي الشقه؟ هتعيشوا فين؟ ما هو اجر لي شقه دلوقتي. ما هي دي الورطه السوداء اللي انا دلوقتي قاعده فيها. حتى انا مش عارفه يوم 5 في الشهر ده انا هعمل فيه ايه. هو كان لغايه الشهر اللي فات، اللي هو اللي عدى ده، مش اللي هو شهر واحد. كان بيدفع، بس ما كنتش انا بشوفه. هو منقطع بقاله 6 شهور عننا، وما اعرفش عنه حاجه، بس كان بيدفع الايجار من بره يعني للراجل. جابنا في الشقه اللي هي ايجارها 1800 دي، وقعدنا فيها وطبعا سنتين. وال 180,000 يعني خدهم منك؟ خدهم مدي. قال لك ايه بقى لما خدهم؟ قال لك ايه؟ ازاي عرف ياخدهم؟ ما هو اللي بايع. ما هو اصلا مكتب استثمار عقاري اصلا. هو دي يعني هو اصلا فاتح مكتب. حلو، ماشي. بس انت مضيتي الحاجه باسمك، فمضيتي وعملتي. ايوه مضيت. هو اللي خد الفلوس واستلمها؟ هو اللي استلم الفلوس طبعا، بما انه هو زوجي وكده. قال لك ايه لما هو كان ما هو يوم قبل ما نبيع كنا احنا متفقين ان هو هياخد الفلوس دي يشغلها. هيشغلها عشان نشوف مستقبل ولادي. كل شهر 5,000 جنيه واصل المبلغ ثابت. ايوه بالظبط كده. فطبعا كل الشهر ما فيش ولا شهر، اقسم بالله والايام المفترجه دي وانا صايمه انا ما خدت منه جنيه للعزه. يعني الاتفاق اللي كان متفق اصلا ما حصلش. واقول ماشي طالما هو مراعي ولادي ويمكن هيديني المكسب اخر السنه، ويمكن واطلع اعذار واطلع بتاع، وما فيش اي وهو اي تغيير. كان بقالكوا قد ايه متجوزين ساعتها؟ دي تاني سنه، يعني هي شهر 12 ده تاني سنه معانا. لا لما باع الشقه وهو عرف ياخد الفلوس كان بقالكوا قد ايه؟ كان مره قد ايه على الجوازه؟ 8 شهور. يعني احنا كنا متجوزين شهر 12. باقي الشقه في شهر 8. وكان بيصرف عليكم في ال8 شهور دول؟ كان بيصرف عليا انا. بس انا طبعا ولادي هو كان مأجر لنا شقه كمان. هو كان مأجر لي انا وهو شقه لوحدينا مفروش بعفشها. حتى هو ما جابليش اي حاجه في اي حاجه غير هي يعني كان دبله وقتها ومحبس وبتاع وخلاص عند اهلي والكلام ده. بس ساب كمان الشقه دي وبقى قاعد معانا في الشقه اللي انا فيها انا وولادي حاليا. يعني كان يجي مثلا كل يومين او 3 او كده. حتى المصروف ايدي كان يديني كل مثلا 3-4 ايام او كده 200 جنيه اللي هو بيجي ياكل بيهم بمعنى اصح يعني. يعني انا يعني هو نصب عليا، وانا دلوقتي انا مش عارفه اجيبه منين. هو مش عارفه هتصرف ازاي. خد الفلوس واختفى بعد قد ايه من بيع الشقه؟ لا ده بعد سنه ونص. انا اما طلبت، هو الدنيا كانت ماشيه تمام وساكت وخلاص، وهي ساكته ما بتسالنيش على فلوس ولا شقه. ولا بيديكي فايده ولا بيديكي ال5,000؟ لا ولا بيديكي الفلوس خالص. بس ان هو يعني يجي جايب فاكهه لاولادي ما اعرفش ايه كده وخلاص، ومفكر ان الدنيا هتفضل ماشيه كده. فجيت بقى انا قعدت قلت له دلوقتي انا عايز اعرف دنيتي ماشيه ازاي. انا بايعه الشقه دي عشان اشوف مستقبل ولادي اللي ضايع دول يعتبروا في حكم الايتام. لان فعلا ابوهم اقسم بالله ما بيصرف عليهم جنيه للحظه من 8 سنين ونص مصرف عليهم حتى اي حاجه. ولا بيدور عليهم اصلا. انا عندي بنتي ما شافتش ابوها بقالها بتاع 6 سنين ولا 7 سنين. وما بيننا وما بينه 10 دقايق. انت كنت جايباها من شغلك؟ لا الشقه ديت كانت امي يعني كانت خياطه وكده. ولما اتطلقت رحت قعدت عند جدتي شويه، لموا من بعض خدوا لي الشقه دي. وقتها كانت بحاجه و50,000. الكلام ده من 8 سنين. والمنطقه اللي انا فيها منطقه شعبيه يعني. واخواتك دلوقتي لما عرفوا اللي حصل عملوا ايه؟
لا اخواتي ما حدش فيهم بيتدخل لي في اي حاجه. انت بتقولي لموا من بعض وجابوا لك الشقه. امي وخلاني. امي وخلاني. يعني هو نصب. انت متطلقه دلوقتي ولا لسه على ذمته؟ على ذمته. وما تعرفيش عنه حاجه؟ ما اعرفش عنه حاجه، وحتى لسه قبل ما اكلم حضرتك ما فيش 5 دقايق دلوقتي واحد يعني برضه نصب عليه في 50,000. بيقول لي ده هو دلوقتي عند اهله في البلد، في جنبه، حته اسمها جنبويه يعني. وبيقولوا تعبان خالص وقاعد عند اخواته قافلين عليه ومخبيين والكلام ده. طب انا دلوقتي انا اعمل ايه؟ طب انا اروح فين باولادي دول اصلا؟ زوجته الاولى فين؟ برضه الراجل ده بيقول لي ان زوجته الاولى باعت العربيه بتاعته اخدت الفلوس اللي تقريبا كانت معاه كلها لما عرفت ان هو متجوز وكده. واخدت كل لكن انت ما تعرفيش مكان بيتها؟ وطردوه. لا ما اعرفش، بس بنتي كلمت بنتها قالت لها يا شيماء لو بابا اذاكوا في حاجه روحوا اشكوه. احنا ما نعرفش عنه حاجه، احنا كارشينه اصلا عامل مشاكل كتير وطردوه. والكلام ده ما عرفتوش من المنطقه قبل ما تتجوزيه؟ يعني انت بتقولي معاكم في المنطقه. لا وبيروح يخطب في الجامع. يا استاذه مروه ده في المنطقه الناس يعني مش عايزه اقول لك بيتعاملوا معاه ازاي، ان هو راجل عارف ربنا ايوه يعني هو ساكن في المنطقه صح؟ اه طب انت ازاي مش عارفه مفيش حاجه من دي مش عارفه ازاي بيت مراته؟ حضرتك انا دلوقتي حاليا انا ما اعرفش البيت اللي هي راحته فين. انا يعني هي رحت السكن اللي هو بتاعه. مفيش حد ما لهمش اثر هنا في المنطقه اصلا. ماشي. ايه اللي عرفك بقى دلوقتي انه مش هيدفع الشهر ده ايجار؟ انت بتقولي من ساعه ما مشي وطفش بيدفع كل شهر. كان بيدفع كل شهر. اما رحت بقى عشان يعني رحت اسال في العماره عندهم، لقيته الاول اللي هو كلمني، اتصل بيا كلمني قال لي ما تعمليش مشاكل. انا يعني على اتفاق، كان هو كلمني ومعايا فيوسات على فكره بصوته بس معايا على الواتساب يعني. يعني هيجيب لي شقه ولادي شهر 2 اللي هو بدأ ده. اصبري بس عليا عشان مشاكل، ما تعمليليش مشاكل والكلام دوت وانا هدفع الشهر الواحد اللي هو صاحب الشقه ابو تامر ده. هدفع له الشهر وما تقلقيش، وانا مش هاكل حقك ولا حق ولادك والكلام ده. والمكالمه دي كانت اخر مكالمه. دي كانت في شهر 1؟ دي كانت في شهر 1 في بدايه شهر 1 كده. في بدايه الشهر خالص. شويه راح اجيب التموين ده في الشارع اللي فيه المكتب بتاعه. هو وشريكه. انا داخله سبحان الله، انا داخله لقيت اليافطه متشاله وكل حاجه متشاله من المكتب. فاتجنيت بصراحه. فده يبقى هو كده بقى كان بيثبتني عشان يخلع بقى يمشي. فهو خلاص انت ما تعرفلوش بقى دلوقتي ولا مكتب ولا بيت، ما تعرفيش عنه حاجه؟ لا ما فيش اي حاجه اعرفها عنه خالص. يعني انا حتى بنته بتقول روحوا اشكوه معاكم ورقكم روحوا اشكوه. طب انا هشكي. وايه ورق؟ انت معكيش ورق اصلا؟ ورق ايه اللي معاكي؟ لا معايا ورق. انا لا كاتبه عليه، كنت كاتبه عليه يعني وديعه او كده هبعتها لحضرتك. وديعه؟ ايه وديعه دي؟ وديعه امانه، زي ايصال امانه يعني. ايوه زي حاجه زي ايصال امانه كده. والايصال امانه الايصال امانه ده كنت كاتباه برقم؟ كان بقيمه، لا بذهب، كان بقيمه المبلغ وقتها. الكلام ده من 2 سنين، كان بقيمه المبلغ وقتها. سالتي محامي يعني وعرفتي ان ما بيعتدش بالوصل امانه بين الزوج والزوجه؟ ما هو محامي اللي كاتبها لي اصلا، وكاتبها لي كمان يعتبر غلط يعني هو اللي كاتبها بايده؟ لا مش هو اللي كاتبها، محامي تاني اللي كاتبها. تبعه يعني؟ ايوه تبعه. طيب اسمعيني يا سلوى، اسمعيني ذنب عيالك في رقبتك. مش هقدر ما اقولكيش اني غلطتي وغلط كبير قوي. بعد 6 عيال وما كانش ليكي نصيب واتجوزتي وبتقولي اتعذبتي، وبعد ما اتطلقتي و8 سنين ونص عدوا عليكي وولادك ما شاء الله بقوا كبار وطولك، رحتي تزوجتي شرع الله، ما قلناش حاجه، لكن تفرطي في حقوقهم ليه؟ تفرطي في حته ستراهم ليه؟
وعشان مين؟ عشان واحد عشمك انا هديكي 5000 جنيه كل شهر. ما انت كنت عايشه ومستوره من غير ال 5000 جنيه. ما انت طول عمرك عايشه في الشقه انت والعيال والست عيال بالمعاش ومستوره وما كانش فيه ال 5000 جنيه. ليه؟ ليه بتقبلوا؟ ليه بتبقوا عايزين المكسب السهل وفاكرين ان انت يعني انت كنت عايزه انه يكسب؟ طب انت مش ما تسالتيش عقلك كده هو بيشغلهم في ايه عشان يديني على 180,000 5000 جنيه في الشهر واصل المبلغ ثابت ما بيتغيرش؟ ما خفتيش؟ ما قلتيش ما يمكن بيشتغل حاجه شمال؟ ما خفتيش ان انا لازم اتعب في الحاجه عشان ربنا يكافئني؟ اخد ليه فلوس مش فلوسي؟ اخد ليه 5000 جنيه انا ما تعبتش فيهم؟ كل ده مفكرتيش فيه؟ مفكرتيش في 6 عيال حواليكي ليهم 4 حيطان ساترينهم؟ للاسف انت موقفك القانوني زي الزفت، زي الزفت. موقفك يكاد يكون معدم. مفيش موقف انا متاكده ان هو عامل لك ورقه عبيطه جدا ومفبركه ولا يعتد بيها قانونيا، ده غير ان هو مازال زوجك وانت زوجته. فعادي الموضوع بينكم وبين بعض بإرادتك، ما جابك ومضاكي وبعتي وخد الفلوس واثبتي ان هو خد منك فلوس. طبعا انا عارفه اللي انت فيه صعب وعارفه ان انت دلوقتي مش عارفه تعملي ايه وتعيشي ازاي. ربنا يعوض عليكي ويا رب يا رب نقدر نساعدك بان احنا حتى نساعدك في الايجار، يعني ده اللي احنا نقدر نقدمه لك كست معاها 6 اطفال، ست معاها 6 عيال، وجه الوقت اللي ولادك لازم يساعدوكي. الشاب يقدر يشتغل، البنت تقدر تشتغل. وتعلمي من التجربة دي ان انت ما تثقيش في اي حد. اتعلمي ان انت ما تفرطيش في حاجة ربنا وهبها لك ونعم عليكي بيها، خاصة البيت. ما حدش فرط في بيته يا جماعة، ما حدش فرط في بيته. البيت، السكن. ما تفتكرش انك عايز تاخد مكسب سريع من غير ما تتعب وتفتكر ان انت اللي هيعمل لك كده مش هيكون نصاب. ده لازم يكون نصاب ونصاب ونصاب. اللي بيعملوا كده هم نصابين. اللي يجي يعشمك ويقولك هات لي بس، هات اللي معاك وكل شهر هديك كذا، ده نصاب. ودي فلوس حرام بتقبلوها على نفسكم. ليه؟ طالما ما شاركتش في مكسب وخسارة يبقى ما ينفعش تقبل مكسب بس، دي فلوس حرام. طالما مش عارف فلان ده واخد فلوسي بيشغلها في ايه، افرض بيشغلها في المخدرات ما انت ساهمت، افرض يشغلها في حاجة شمال ما انت ساهمت. فبتساهم ليه؟ فانتي وضعك صعب قانوني، وكان انا اتمنى اساعدك. طبعا انا بطرح مشكلتها، ولو هناخد كل البيانات عشان لو عايزين نتاكد من الكلام ده وصحه الكلام، واي حد يقدر يساعدك ان هو يقف معاكي في الايجار يعني هنوصلك بيه. انا دايما بقول احنا وسيط، احنا ما الا وسيط، هنوصل حد بحد مش اكتر من كده. وربنا يتولاكي انت وولادك يا رب ويعوض عليكي، وقادر ربنا يبتليه بمرض عظيم كده يفوقوا النفس ويسد للناس حقوقهم ويرجع لكل واحد حقه. للأسف واخد منك 180,000 من سنتين، دلوقتي هم يعادلوا 500,000 جنيه. يعني حتى لو جه رجع لك 180,000 برضه ما فاتكيش، هو أذاكي بمعنى الكلمة، أذاكي بكل ما يعني ما أوتى من قوة، هو أذاكي. جرام الذهب يوم ما انت بعتي كان بكام ودلوقتي بكام؟ يعني حتى لو اداك 180,000 مش هيجيبوا الشقة اللي انت بعتيها اللي هي أوضة وصالة، مش هيجيبوها. ربنا يعوض عليكي يا رب ويفوق كل حد بيسمعني لنفسه، ست أو راجل. لو مش هتتعب في القرش ومش هتشارك في مكسب وخسارة اعرف انك فلوسك حرام. لو قبلت انك تدي لحد فلوسك عشان هو يشغلها لك اعرف ان انت كده أكتع مشلول. لما تخلي حد يشغل لك فلوسك وانت عايز المكسب على طول، ما تزعلش بقى لما ينصب عليك. خلوني اطلع فاصل